أهم خطوة للتغيير الحقيقي كتير بينسوها. معاكي هبة فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي عن ايجيبشن جيرل، وجاية أقول إن من أهم خطوات التغيير الحقيقي هي الدعاء بس، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني الدعاء لوحده مش كفاية، ادعي من قلبك، بس لازم تاخدي خطوات حقيقية على الأرض. اللي بتدعي وبس دي مستنية التغيير ينزل عليها من السماء من غير ما تكون عملت حاجة عشان تستحق. الدعاء مش بديل عن السعي. إنك تسعي من غير دعاء كأنك بالظبط ماشية في طريق مقفول. أما لو دعيت من غير سعي، من غير ما تبدأي أو تتحركي، يبقى كأن معاكي المفتاح بس مش بتقربي أصلا ناحية الباب. فالدعاء مش بديل عن السعي. السعي والدعاء الاتنين بيكملوا بعض. السعي بيحركك وبيديكي الخطوة، ولما بتبدأي بخطوة بتوضح الخطوة اللي بعدها وبتستهليها. أما الدعاء هو اللي بيسندك في رحلة السعي. وورشة بداية جديدة هي نية قبل ما تكون خطوات عملية بتاخديها في ايدك. هي نية بان انت تكوني حقيقية مع نفسك وتسعي، واثقة في نفسك وواثقة في ربنا وعدله، في انك لو سعيتي وحاولتي هتستاهلي انك توصلي. ربنا عمره ما بيعجز حد، فدايما في خطوة، وعمره ما بيخيب ظن حد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اعتبري دي أول خطوة ربنا بعتها لك هدية، واحجزي مكانك في ورشتنا، ورشة لوحة الأحلام أو البيت، اللي هتعلمك ازاي تنوي وازاي تعرفي انت عايزة ايه وتبدأي منين. كل ده بخطوات عملية. اكتبي لي سنة جديدة وهنبعت التفاصيل. وبس خلاص.